بوطي موجود، راشد مهير واحد من اللعيبه بتاعت وسط الملعب النهارده برضه، لاعب رقم 37 مع تشكيله الزفره والعرضيه. اوه سجل بقى، لازم يسجل. هو ده اللي بقول لك عليه، التارجت والهدف يسجل بنفس الطريقه يا جماعه. كلاكنت ثالث مره في الثالثه نادي الزفره يسجل. والله ده تكتكس مدرب، مش ممكن الزفره بيعمل الكلام ده كله كده من مزاجه. شوف هنا الكرات العرضيه عملت خطوره، واضح ان الكرات العاليه خلف المدافعين بالنسبه لنادي البطايح عندها مشكله، والنقطه اللي هي ما بين الحارس وما بين المدافعين فيها مشكله. ثالث مره الزفر على طول يسجل هدف اول جميل، اكيد هيعمل متعه لشوط المباراه الاول في نهايه امطاره. شوف هنا على طول الزفره مركز على دي، الزفره مركز على دي، والثالثه حاططها في فولي جميله، لكن على الارض كاتمها كتمه معلمين، الزفره اداؤه ممتاز في الاوف تايم الاول، وهدف روعه يختم بيه جزء تكتيكي. مش ممكن الزفره بيلعب الكلام ده عشوائي، لا 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 لا, لا. مش ممكن الزفره بيلعب الكلام ده عشوائي. الزفره عمل 3 مرات، في المره الثالثه جابها، والرابعه بتاعت وليد عنبر اول كوره بعد عرضيه الرايحي تتعمل كوره جميله. ولا ده لعيب يا تياجو يا جميل، يا لعيب يا تياجو يا لينكو، يعمل تياجو لينكو، يعمل اللينك الجميل ويسجل اول هدف اللقاء هنا في امسيه كرويه جميله. محاولة تانية على طول عن طريق جواو، ادي جواو خطيرة جدا، ولا التعادل. بقول لك فريق خطير. سيكو بابا على نفس الطريقة يسجل على طول خلف المدافعين. سيكو بابا يعطي افضلية بابا، ومين غير بابا. شوف سيكو بابا يتقدم بهدف اول جميل لصالح فريق نادي البطايح، يعود باول هدفه عن طريق البطايح، يعادل الاوتار. هنا يسجل سيكو بابا ثاني اهدافه في المسابقه. سيكو بابا يسجل هدف جميل بالراس، شوف الكره، شوف السرحان والتوهان في الرقابه، ما كانش فيه متابعه. هنا على طول جواو لعيب كوره كبيره قوي. شوف الولد جواو ده، الكوره دي بتدل دلاله شديده لعيب دولي. يا ولد حاطط كوره جميله جمال ملهاش مثال. شوف جواو، شوف الباصه يا جماعه، الهدف الباصه بالبساطه بالسيكو بابا يتعادل لصالح نادي البطايح ويعدل اوتار المباراه. 17 دقيقه بقى ناريه.